مرحبا. اليوم رح نورجيكم طريقة عمل الفريكة. عنا هون فريكة حب ناعمة غسلناها بالمية وصفيناها من المي. هلا حطينا بطنجرة معلقة كبيرة من الزبدة وذوبناها تقريبا. رح نضيف فوقها الفريكة. طريقة عمل الفريكة بتشبه كتير طريقة عمل الرز، بس الفريكة بدها مية أكتر، وإحنا دايما متعودين أغلبية الناس يعملوا الرز بالزيت، بس إحنا هون عم نعمل الفريكة بالزبدة. بنضيف لهذا المكونات للفريكة مكعبين مرقة الدجاج. هلأ بعد ما أضفنا مكعبات مرقة الدجاج رح نضيف عليها مية. هلأ بعد ما أضفنا تقريبا غمرها مية منغطيها وبنرجع منفقدها كمان 10 دقايق منحركها. هلأ زي ما حكينا رجعنا فقدناها بعد 10 دقايق. رح نحركها من تحت لفوق. أكيد هي لسه ما استوت، رح نزيد لها كمان شوية مي لأنها نشفت. هلأ بعد ما زدنا ربع كاسة مي منقلبها كمان مرة، بعدين منغطيها ومنتركها على النار كمان 10 دقايق. هيك هلأ صارت الفريكة جاهزة للأكل، استوت. رح نسكبها بالصحن لأنها صارت جاهزة للتقديم. هلأ سكبنا الفريكة صارت جاهزة للتقديم. إذا ما قدرتوا تعرفوا من الشكل إنها استوت بتقدروا تدوقوها. هلأ بعد ما سكبنا الأكلة صارت عنا جاهزة للتقديم. تقدروا تقدموها مع دجاج أو مع لحمة. صحتين وعافية. إن شاء الله تحبوا الوصفة بعد ما تجربوها. ما تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب.